تخيل ان معاك مساعد عبقري بتديله منهج التاريخ كله بتاع ثالثه ثانوي، وبتديله لينكات فيديوهات من اليوتيوب لمدرسين بيشرحوا التاريخ، وفي ثانيه واحده بيحولهم لك لامتحان الكتروني صعب او سهل او متوسط انت اللي بتختار، او لبودكاست تسمعه في المواصلات، او لفيديو بيشرح لك فيه اللي انت عايز تعرفه. النهارده في يكش تفلح مش جاي اشرح لك اداة، انا جاي اركب لك دماغ تانية. هنشرح جوجل نوت بوك LM حسب تحديثات 2026، وهنطبق عملي على اصعب واعقد ورقه بحثيه حصلت في الاي اي في 2026. وفي الاخر المفاجاه هنجرب نفهم منهج التاريخ بتاع الثانويه العامه لثالثه ثانوي بالذكاء الاصطناعي. بصوا يا اولاد، دلوقتي شات جي بي تي وجيميناي مشكلتهم ان هم ساعات بيخرفوا او بيهلوسوا عشان هم مش محددين. جوجل نوت بوك LM ميزته ان انت بتديله مصادر معينه، والمصادر دي هو في حاجه كده اسمها جراوندد AI اللي هو بيركز في المصادر اللي انت مديها له بس، وبيدور فيها على معلومه، مش بيفتي، مش بيجيب اي معلومه من بره. بتقدر تديله 50 سورس لو انت بتستخدم نسخه مجانيه، ولو بتستخدم نسخه مدفوعه ممكن يوصل ل 300. طيب يلا نخش في الجد على طول عشان ما نقعدش نرغي كتير. طيب ده شكل نوت بوك اول ما تفتحه، دي حاجات انا عاملها قبل كده مالناش دعوه بيها. بتعمل كرييت نيو نوت بوك من هنا، وبعدين لما بيفتح كده بيبدا يسالك على مصادر، ابلود فايلز او ويب سايتس او يوتيوب لينكس. جوجل درايف تقدر تديله جوجل درايف فولدر كامل بقى، مثلا لو انت راجل بتعمل فيديوز مثلا على اليوتيوب تقدر تديله فولدر بالفيديوهات بتاعتك القديمه كلها عشان هو يحللها. طيب ديب سيك الجديد 3.2 عمل تقرير عن مميزاته الجديده في 2026، وكان ريبورت بصراحه معقد جدا وما فهمتش منه اي حاجه. كان بيتكلم عن ميزه كده جديده عاملها اسمها thinking in tool use. الريبورت اهو ديب سيك فيرجن 3.2. المفروض ان عالم الاي اي كله بيتكلم عن النموذج دوت، وان هو قد ايه صايع وقد ايه خطير وقد ايه فظيع. فاحنا هناخد دوت بقى نحطه في جوجل نوت بوك LM عشان يشرح لنا بقى احنا عايزين نفهم ايه. فهنعمل له سيف عادي كبي دي اف، وهنروح رايحين هنا اهوت يا فندم عند ابلود فايلز، وهنختار الفايل اللي احنا عايزينه. ماشي، اهم حاجه نسمي الملف بتاعنا او النوت بوك دي، الكراسه دي هنسميها مثلا ديب سيك. حلو، فهو دلوقتي بيحمل البي دي اف، وبعدين بيدي لك كده في عجاله شرح سريع. الاول نسيت اقول لك ان ممكن من السيتنج هنا انت بتختار الاوتبوت لانجويج. انت ممكن تختار انا هنا مختار العاميه المصريه عشان نسهل الدنيا على بعض، ممكن تخليها انجليزي، ممكن تخليها اي لغه انت عايزها، في لغات بالهبل يعني. فهنا بيشرح لك في عجاله ده بيعمل ايه، وبعدين بيقترح عليك 3 اسئله ممكن تسالهم له. فانت دلوقتي عندك شات بوت. الشات بوت ده ممكن حاجه زي شات جي بي تي او جيميناي، بتساله عن المصدر الوحيد اللي انت حاطه له وهو مش بيخرج بره خالص. ماشي حلو. طيب هنا اهو هقول له اشرح لي ليه الموديل ده احسن من الموديل القديم، وليه مميز عن شات جي بي تي وجيميناي. بس كده ونبعت. فرد عليا بقى ايه، ابتدى يشرح لي الموضوع كله. مش مجرد تحسين بسيط، لكن تغيير في عمل الموديل وتدريبه. وكل حاجه بيقول لك المصادر بتاعتها. المصادر مش من مصادر من بره، لا، مصادر من البي دي اف فايل او من السورسز اللي انت مديهم له. بالظبط بيقول لك ده منين. حلو. لو دوست عليها هيقول لك بقى ده من انهي. بص عامل لك سيلكت على السورس نفسه، عشان اللي هو بيقول لك بص ما بفتيش ده كله من عندك انت. طيب احنا لسه ما فهمناش ايه هي thinking in tool use اللي هو كان بيقول عليها دي، او الميزه اللي موجوده فيه، واحنا لسه مش فاهمينها. فهقول له اشرح لي ميزه thinking in tool use كاني طفل عنده 10 سنين، واديني امثله عشان افهم. هو بس انا اللي مضايقني في موضوع اليمين للشمال والشمال لليمين، رايت تو ليفت بتاع التكست. بص هو المفروض ان هو بادئ من هنا، بس عشان في انجليزي في الجمله فهو كده يعني مهم يعني. بيقول لك تخيل انك معاك روبوت مساعد وطلبت منه طلب صعب شويه، زي انه يحل مساله رياضيه طويله او يكتب كود لبرنامج كمبيوتر. طيب تعالى بقى نخش في الجد. موضوع المذاكره ناس كتير قوي، وانا يعني يا ريت كان موضوع الاي اي ده انتشر ايام المذاكره زمان. كان زماني طلعت دكتور مثلا. تاريخ ثالثه ثانوي محمد علي والدوله المصريه الحديثه. انا دخلت على موقع الوزاره، وزاره التربيه والتعليم الفني، نزلت البتاع بتاع التاريخ، منهج التاريخ بتاع ثالثه ثانوي. فهنروح ساحبينه عليه
او نعمل ابلود. ممكن نسحب كده على طول اهو، ده كده التاريخ. تعالوا نسمي ده برضو تاريخ ثالثه ثانوي. عندنا حاجات بقى اسئله واجابات وحاجات كتير قوي، قعدت ادور عليها كده وجبتها. هنعمل اد سورسز وهنشد الفايلات دي هنا اهو، وبعدين هو بيدخلها. وبعدين عايزين برضو شويه يوتيوب فيديوز. في فيديو هنا لقيته لا عمو المدرس ده المهيب محمد الهريدي، انا مش عارف هو اسمه كده ولا هو مهيب. المهم الراجل الطيب ده عنده فيديو 4 ساعات و50 دقيقة 51 دقيقة. فاحنا ناخد اليوتيوب لينك ده وهنروح مدينه. انا طالب مش فاهم اي حاجة، يعني انا راجل عندي امتحان مش فاهم اي حاجة في تاريخ مصر الحديث ومحمد علي. فهنروح عاملين هنا اد سورس وهنقول له يوتيوب وهنحط اللينك بتاع اليوتيوب، وبعدين انسيرت فبيدخل لي برضو فيديو هنا اهو. وبعدين برضو في راجل طيب هنا اهو السلطان في التاريخ استاذ عبد الله حسن. شاوت اوت لكل مدرسين التاريخ، وشاوت اوت لمستر عمر الحلواني الذي علمني وثقفني. هنحط بقى هنا اهو اد سورس تاني يوتيوب او ويب سايت. المهم يعني نحط اليوتيوب لينك بتاع الاستاذ التاني استاذ عبد الله حسن. بص بقى دلوقتي احنا عندنا ايه؟ عندنا السورسات دي كلها، عندنا كتاب التاريخ، وعندنا شويه بي دي افات كده اهوت، على شويه ملازم، على شويه يوتيوب لينكس. وممكن هتزود، انت عندك 50 سورس بقول لك تقدر تحطهم ببلاش. وبعدين هنا اهو بيشرح لك بقى الكلام ده. وبعدين هنا بيقترح عليك 3 اسئله زي ما احنا ما شفنا. بص هنعمل اوديو اوفر فيو. الاوديو اوفر فيو زي بودكاست ما بين شخصين قاعدين بيتكلموا عن السورسات او المصادر اللي انت حطيتها. ماشي حلو كده. هندوس على القلم ده عشان نختار احنا عايزين ايه. فاحنا عايزين هنا ديبيت خناقه، مش خناقه بس يعني مناظره. حلو، عايزينه بالعاميه المصريه. وبعدين هنا هنقول له ايه؟ تخيل حوار ساخن بين محمد علي والسلطان العثماني حول فرمانات الولايه. كل واحد فيهم بيبرر موقفه عشان افهم الموضوع بشكل كامل. وبعدين عايز شورت ولا ديفولت؟ تعالوا نخليه شورت عشان وقت الحلقه. انصحك يعني لو انت بتذاكر هتخليه ديفولت مش شورت. وهنعمل جنريت. فهنا بيبدا يعمل اوديو جنريتنج اوديو اوفر فيو، وهياخد ايه وقت، وبيقول لك تعالى تاني بعد شويه. طيب تعالى في هذه الاثناء احنا ممكن نخليه يعمل لنا امتحان. في هنا كويز، احنا ممكن هندوس على القلم ده وهنقول له اعمل لي امتحان من 10 اسئله كأنه فعلا في امتحان آخر السنة. حلو كده. عايزه فيو برضو كتير number of questions. عايزه كتير ولا حبة صغيرين ولا نص نص. وعايزه easy ولا medium ولا hard. هنخليه medium وهنقول له generate. في نفس الوقت ممكن هنعمل فيديو برضو overview، بس الفيديو overview هيطول معاك شوية. انت بتختار هنا الستايل بتاعه عامل ازاي، عايز كاستم ولا كلاسيك ولا وايت بورد ولا مش عارف ايه. هنا هنقول له وايت بورد كأنه على السبورة. اشرح لي المصادر بطريقة مبسطة عشان عندي امتحان بكرة الصبح. حلو كده. وهنقول له ايه برضو، انت عايز بالعاميه ولا مش بالعاميه والحاجات دي، وعايزه بريف ولا اكسبلينر. اكسبلينر دي هيشرح بقى بتمعن، لكن بريف هيختصر على طول. انا دلوقتي هعمل بريف، بس انت ابقى لو انت هتذاكر فعلا خليه اكسبلينر عشان يشرح لك بالتفصيل. وهنعمل جنريت وهنستنى شويه. هنا الامتحان طلع عندنا. هنبص على الامتحان. رفض محمد علي تولي منصب الولايه سنه 1804 واقترح اسماء تانية زي خورشيد باشا. كان الهدف الرئيسي من المناورة دي ايه؟ تأكيد على رغبته في العودة للبلاد. قال لي غلط، المفروض كذا عشان كذا. ماشي. وبعدين هنعمل نيكست. برضو دوت محمد علي يقال أن محمد علي جني ثمار النصر لم يحرزه في مواجهة الأخطار الخارجية. المقولة دي بتنطبق على أي حدث. طبعا حروبه ضد الوهابيين في الحجاز غلط. ولكن الإجابة المفروض فشل حملة فريزر. فشل حملة فريزر كانت من أيام محمد علي. مش ده فيلم حملة فريزر؟ أنا هعمل سيرش عن حملة فريزر. فيلم يا جماعة، في ايه؟ كل المصادر بتقول ان هو فيلم. من هو قائد حملة فريزر؟ ده فعلا عشان الراجل كان اسمه ماكنزي فريزر. المهم خلاص كده فعرفنا. خلاص كده فانا سيبك من الاسئله دي دلوقتي. طيب الاوديو ظهر. الاوديو اللي احنا قلنا له اعمل حوار ما بين محمد علي والسلطان العثماني. انا مش عارف هو هيعرف يظبطه ولا لا. هل هيطلع السلطان العثماني بصوت واحده ست ولا لا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. انا مش متأكد. اهلا بيكم في نقاش. النهارده بنحلل علاقه شديده التعقيد، العلاقه بين محمد علي باشا والسلطان العثماني. فرمان السلطان
جه بعدها كأنه تحصيل حاصل لإرادة كانت واضحة جدا. المهم يعني طلع بيشرح الموضوع اهو. لو هو اكسبلينر انت ممكن تعمله من قبلها بشويه، هيطلع لك الاوديو الكبير هتقعد تسمعه وانت مركز ومستمتع بالموضوع. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه اللي عايزيني اشرحه في الفتره الجايه. لو انت تعرف حد طالب محتاج مساعده في المذاكره، ده ممكن اصلا ده ممكن يوفر الدروس الخصوصيه. اصلا ده مدرس خصوصي عندك في البيت، وبرضه موجود في ابلكيشن على الموبايل. فالموضوع الدنيا سهله قوي يا جدعان. نشوف بقى الفيديو بتاع محمد علي. عندك امتحان تاريخ بكرة؟ يلا نلخص أهم النقط عن محمد علي ومصر الحديثة. يلا نبدأ بأهم شخصية، محمد علي. لو فهمت مشروعه هتفهم الفصل ده. صورة حسني مبارك يا أبلة. مشروع محمد علي كان واضح، مش هو ده. يبني دولة حديثة، والهدف الأهم هو الاستقلال التام. وعشان يبني الدولة دي كان عارف إن لازم يسيطر على الاقتصاد بالكامل. طيب إزاي عمل كده؟ أشهر سياسة طبقها هي نظام الاحتكار. والله أنا مستمتع، والله أنا سرحت وأنا بتفرج على الفيديو وكنت فعلا بفهم. المهم يعني سواء أنت طالب أو راجل بتشتغل في أي حاجة، سواء أنت صانع محتوى مش صانع محتوى، اي حاجه في الدنيا انت ممكن تستفيد بنوت بوك LM. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في الحلقه الجايه من نيكست. Yakşı